اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه بمكونات موجوده في البيت، وهتبقى حلوه خالص للفطار في الصيام بدل الفول، وعشان خاطر الناس اللي بتتعب من الفول والكلام ده والبقوليات، وكمان تبقى حلوه للناس اللي بتعمل دايت. نبدا اول حاجه بالمكونات بتاعتنا، وهي عباره عن كيلو بطاطس مسلوقه، واحنا طبعا هرسناها زي ما انتم شايفين. ونجهز معاهم كمان 3 طماطميات حجم متوسط، هنقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة تكون الطماطم جامدة علشان ما تنزلش مية. تمام. كمان هنجهز فلفل ملون او فلفل اخضر في حدود 3 او 4 على حسب الرغبة. وكمان نص ربطة شبت وبقدونس وكزبرة، وهنقطعهم صغير زي ما انتوا شايفين. وهنجيب بصلاية كبيرة ونقطعها، عشان دي اللي هنعمل بيها التقلية بتاعة الصينية بتاعتنا. بالنسبة للبهارات بقى، هيبقى مرقة خضار وملح وكمون وفلفل وشطة وكزبرة وبهارات لحمة. نقول تاني، البهارات عبارة عن مرقة خضار وشطة وكزبرة وملح وكمون وفلفل وبهارات لحمة. بعد كده هنجيب البصلاية الكبيرة اللي احنا خرطناها خرط صغيرة، ومعلقة زيت كبيرة، ونشوح البصلاية كده في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. ونجهز الصينية بتاعتنا، نحط فيها كده معلقة زيت، ونرجع تاني كده للبصلة لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا اتفقنا عليه. وبعدين هناخد البصل وننزل بيه على البطاطس المهروسة، وبعدين نبدأ ننزل بكل المكونات اللي احنا قلنا عليها، الطماطم والشبت والبقدونس والكزبرة والبهارات بتاعتنا. وكمان هنمسك مرقة الخضار ونبدأ كده نفركها بحيث انها تمتزج مع كل المكونات، وبعدين نبدأ نعجنهم كلهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس. زي ما انتوا شايفين كده المكونات كلها اتعجنت كويس مع بعض. وطبعا لو في تكتلات بطاطس او حاجة انت تقدري تفكيها كده بايدك. وبعدين هنجيب الصينية بتاعتنا وندهنها بالزيت، وبعدين نبدأ ناخد كمية من البطاطس ونفردها كده واحدة واحدة في الصينية بايدينا. ويفضل طبعا لو تحطي على ايدك كمان زيت علشان البطاطس ما تلزقش فيها وانت بتبططي، ويبقى منها برضو كده غطيتي وش البطاطس برضو بالزيت علشان تديها اللي هو اللون المحمر ده. تمام. طيب علشان تعرفي السمك قطع البطاطس اللي انتي عايزاها، بتغرزي صبعك كده في النص وتشوفي هل السمك ده يناسبك ولا لا، عشان في ناس بتحبها رقيقة وفي ناس تحبها تبقى سمكها تخين، فده حسب الرغبة. تمام. زي ما قلت لكم كده، بنحط الصباع في النص كده ونشوف السمك بتاعنا يبقى قد ايه، مثلا سنتي او 2 سنتي يبقى كده حلو قوي. لو في ناس تحبها تخينة دي بقى ترجع لرغبتكم. ممكن نحط كمان زيت على ايدينا كده ونملس بيها صينية البطاطس عشان تبقى تديها وش احمر كده في الفرن. وبعدين هبدأ اجيب السكينة واقطع الخرط اللي انا شايفاها مناسبة بالنسبة لي، مربعات سمبوكسات زي ما انتوا عايزين، قطع صغيرة قطع كبيرة برضو دي حسب الرغبة. تمام. طبعا الوصفة دي حلوة في بالذات في الصيام خصوصا للطلبة. انت ممكن تعينيها في التلاجة بدل الفول وسندوتشات الطعمية والكلام ده كله، خصوصا عشان الناس كمان اللي بتتعب من البقوليات، فدي وصفة لطيفة وجميلة. وبالنسبة للسيدات العاملات ممكن تحطوها وتعملوها وتحطوها في التلاجة تقعد معاكم فترة طويلة، لما تعوزي تطلعي وتغمسي منها، او تعملي سندوتشات مثلا منها، او مستعجله ومفيش غدا تطلعي وتاكليها عادي. تمام. طبعا الكميه اللي احنا قلنا عليها دي عملت صينيتين بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. دي كانت عباره عن كيلو بطاطس مسلوقه مع الكميه بقيه المكونات اللي احنا قلنا عليها، والكميه دي عملت صينيتين زي ما انا قلت لكم كده. وبرضو بنفس الطريقة هبدأ افردها، احط على ايدي زيت علشان خاطر اقدر افرد بيها البطاطس كويس، ما تبقاش تلزق في ايديا وتساعدني على الفرد. ومنها كمان ان الزيت هيبقى كده على وش البطاطس من فوق، فبالتالي تاخد وش احمر كده لما تخش الفرن. تمام. هعمل الصينية دي كمان وارجع لكم تاني وندخلها الفرن سوا.
طبعا الفرن نكون مسخنينه قبليها بشوية، وندخله على اعلى درجة موجودة عندك في الفرن في الرف الوسطاني. دي شكل الصينية بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفينها حمرة كده وجميلة من فوق، وطعمها تحفة تحفة بجد. هتدعولي لما تجربوه. طبعا عايزين تاكلوها، عملتوها الغدا وكلتوها تمام، عايزين تعملوها وتعينوها في التلاجة زي ما احنا قلنا، اتزنقتوا في اكلة في يوم هتطلعيها وتاكلي، خصوصا في الصيام. عايزة تحطيها في اللانش بوكس مثلا لولادك اللي صايمين، هتحطيها في اللانش بوكس عادي. الحقيقة هي جميلة جدا الوصفة دي وهتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها في البيت. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. تابعوني في قائمة الوصفات الصيامي، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف واول تعليق مثبت. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على الزرار الاحمر تحت وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واشوفكم على خير في وصفة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.